الرحمن الرحيم. بيان. ونحن نستقبل العام الجديد 2021 والذي من المؤمل أن تجري خلاله انتخابات مجلس النواب العراقي القادم المبكرة، والذي سوف تجري فيه انتخابات محافظة كركوك من قبل مكتب كركوك الحالي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي يدار حاليا من قبل شخصية تم فرضها من قبل مجلس المفوضين على أغلبية أهالي كركوك، رغم الرفض الواسع من قبل نواب وأحزاب وجماهير المكونين العربي والتركماني، ورغم المعلومات المؤكدة والموثقة عند الأجهزة الأمنية حول جريمة اشتراكها في عمليات التلاعب بالأصوات في الانتخابات الأخيرة. كل هذا يؤكد لنا أن هنالك جهات متنفذة تستعد منذ وقت مبكر وعن طريق مديرة مكتب كركوك الحالية لبعثرة جهود القوى السياسية وناخبي المكونين العربي والتركماني تمهيدا لتغيير إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة. إننا ممثلو الأحزاب التركمانية والعربية في كركوك، وبهدف الوصول إلى عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة وشفافة ولضمان مشاركة الجميع بصورة عادلة، نجتمع اليوم لنوضح للجميع حجم المشكلة في مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومطالبنا لحلها، ونختصرها بما يلي: نجدد رفضنا بإسناد منصب مدير مكتب كركوك إلى المديرة الحالية التي كانت على رأس كادر ساهم في تزوير انتخابات المحافظة عام 2018 من خلال تبديل الرامات في مركز الواسطة 2 لصالح أحد الأحزاب عندما تولت إدارة المركز، وتم توثيق بقيامها بالتزوير من قبل الأجهزة الأمنية. ونطالب الإرجاع العام وهيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها عن جريمة التزوير والتلاعب وإعلان نتائج التحقيق. نرفض احتكار منصب مدير مكتب كركوك لمكون واحد دون غيره، ومنذ بداية العملية الانتخابية في 2005 ولحد الآن، ورغم تكرار نفس الأخطاء وعمليات التزوير وبخس حق باقي المكونات. ونطالب مجلس المفوضين بتدوير منصب مدير مكتب كركوك وإسناده لموظف من أحد المكونين العربي أو التركماني. نرفض إسناد أغلب المناصب المهمة في مكتب كركوك إلى موظفين من قومية واحدة دون غيرها، رغم عدم توفر الشروط والضوابط لهذه المناصب عند بعضهم. ونطالب بتحقيق العدالة والتوازن في توزيع المناصب بين المكونات. نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين بإنصاف المكونين العربي والتركماني في كركوك، ورفع الحيف والغبن وسياسة التهميش التي تمارس بحقنا في مكتب كركوك. وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا نؤكد أن كل الخيارات مطروحة أمامنا وأمام جماهيرنا التركمانية والعربية للحصول على حقوقها المشروعة التي كفلها القانون والدستور العراقي. ونحمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ونواب محافظة كركوك والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على كركوك وأهلها والسلم الأهلي بين المكونات، ومن الله التوفيق. المجلس العربي في كركوك، الجبهة التركمانية، حركة الوفاء التركمانية، حزب العدالة التركماني.